3 حالات لازم تروح فيهم لراقي شرعي. 1، ان انت تكون مش عارف تطبق اي برنامج علاجي، كل لما تيجي تقرأ القرآن تتعب جدا وتصرخ وتنهار وما تبقاش عارف تتحكم في نفسك. 2، ان انت مش بتتحسن، بتطبق كل حاجة وبتقرأ القرآن لكن مش بتتحسن، فممكن يكون انت مش عارف تعالج نفسك، وربنا سبحانه وتعالى خلى سبب الشفاء عند الراقي الشرعي ده. السبب الثالث ان انت مهمل، بتقرأ يوم وتكسل 10، وفاكر ان انت لو قرأت سورة الفلق وآية الكرسي مرة كده خلاص يبقى انت خفيت. فلازم برضو تروح لراقي شرعي وتلتزم معاه بالعلاج. في شخص احسن حاجة بتنفعه ان هو يقرأ على نفسه، وشخص تاني ان هو يسمع، وشخص تاني بيتأثر ان حد يقرأ عليه. شوف انت مين فيهم واستخير وقرر. قناة أبيض، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها.